أعلن افتتاح الجلسة 9460 لمجلس الأمن. جدول أعمال المؤقت لهذه الجلسة: الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية. أكرر جدول الأعمال. يبدأ مجلس الأمن الآن النظر في البند المدرج في جدول أعماله. أود أن ألفت انتباه أعضاء المجلس إلى الوثيقة الشارطة 2023 شارطة 729 التي تحتوي على تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية. معروض أمام أعضاء المجلس الوثيقة شارطة 2023 شارطة 802 التي تحتوي على نص مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية. المجلس مستعد للشروع في التصويت على مشروع القرار المعروض عليه. أطرح مشروع القرار للتصويت الآن. من يؤيد مشروع القرار الوارد في الوثيقة الشارطة 2023 شارطة 802 فليرفع يده رجاء. المعارضون؟ الممتنعون؟ نتيجة التصويت على النحو التالي: نال مشروع القرار 13 صوتا مؤيدا، لم يعارض أحد وامتنع عضوان. اعتمد مشروع القرار بوصف القرار 2703 ل 2023. أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيان بعد التصويت. إلا أعطوك الفيزا للجزائر واش تمشي؟ لا ما نمشيش، ما فيهاش البنان. ما فيهاش البنان؟ لا ما فيهاش البنان، كون فيها البنان نمشي. كون فيها البنان تمشي؟ ما فيهاش البنان والو. لا الشعب مزيان، ولكن هذوك الناس ما مزيانينش. لا ما نمشيش للجزائر حيت الجزائر ما فيها والو، فيزا ما عندنا، ما نمشيو نديرو في الجزائر، حنا عندنا فيزا كاع. هاهي جبدوها لك نوريوها لك كما كتشوف. هاهي فيزا ديال كندا وما باغيش نمشيو. احسن بلادي هادي. عندك فيزا لكندا وما بغيتيش تمشي؟ ما بغيتش نمشي. احسن بلادي هادي. احسن بلاد هي المغرب. احسن بلادي هي المغرب. واخا دابا ينقصوا لنا شويه في غلاء اسعار، راه الشعب تقهر وصافي، ولكن راه احسن بلاد كتبقى هي المغرب. ولفتي المغرب؟ المغرب احسن بلاد. يعني بلادنا تربينا فيها كبرنا فيها. احسن بلاد كتجيني، ومن هاد الناحيه راه واحسن ملك سيدنا. سيدنا الله يخلي لينا. الفيزا لا ما نمشيش. علاش؟ علاش؟ راه ماشي معقول يعطيوني الفيزا غادي نمشي، هادشي راه ماشي معقول. دابا راه حشومه نديروا الفيزا ونمشيو حنا الجزائر، هضره عرب بيناتنا، راه ماشي اوروبا هادي. وهذاك السيد هادشي اللي دار هادشي راه ماشي معقول، هادشي ماشي معقول. ياك حنا عندنا العائله في الجزائر وغادي نمشي انا بالفيزا هذيك لا، راه كتلقى 3 المليون ونص المليون مغربي في الجزائر، لا عيالات لا رجال مكرفسين، وكتلقى يعني التعب تما. وهادشي اللي دار هذا الرئيس هذا راه ماشي معقول، هادشي ماشي معقول. وبلادنا زوينه تبارك الله. بلادنا زوينه، وداك الشيء واش شي ما حشومه وعيب وعار ولا هما ماشي هما هاد الجزائر عيب وعار حشومه. حنا درنا شي فيزا؟ لا ما درناش الفيزا. الجزائريين عندنا هنا تيتساراو تيدوروا. كيدوروا كيتساراو داك الشيء. تيتساراو وتيفتخروا بالمغرب. وكيتفاخروا المغرب، يعجبهم المغرب. واللي بغى يجي عندنا مرحبا به. ولكن واحد يقول لك نمشيو تما بالفيزا راه ما كايناش. ياك ما دي حشومه هادي. لا ما نمشيش اصلا بلا فيزا وما نمشيش. ياك اصلا تما ما كاين ما يدار، كاين ما يتشاف. غادي تشوفها الناس مضرورين غادي يبقاو فيك، وغادي ترجع لبلادك. بلادك سعيده الحمد لله. بلاد زعما كاين واخا كاينين شي اكراهات ماشي وما هذوك، ولكن الحمد لله احسن من شي وكرف من شي. هذا ما كان. شكرا. أعطي الكلمة الآن إلى كونغري مونديال أمازيغ. Hello, masseurs
Massen, Felwith Flawen. Au nom du peuple باسم الشعب القبائلي أرحب بكم. هذه المداخلة مهمة للغاية، ولا سيما لأن الرئاسة المشتركة للمؤتمر العالمي للأمازيغ مقوض بسبب تصميمه على حماية حقوق الشعوب بصفة عامة، ولا سيما الحق في تقرير المصير، ولا سيما الشعب القبائلي. أذكر بأنه هناك أكثر من 500 شاب قبائلي حاليا في السجون بسبب حبهم السلمي للحرية. إن الجزائر تجرم حق منطقة القبائل في تقرير المصير، وفي الوقت نفسه تدعم بطرق إرهابية نفس هذا الحق في مناطق أخرى. أرحب بمداخلة السيدة أنايا والسيدة غوميز التي أشارت إلى هذا الحق بالتحديد. أقترح عليكم أن آلية للخبراء يتم إنشاؤها على صعيد الأمم المتحدة، وتكون عضوا في اللجنة الرابعة المتعلقة بمسائل إنهاء الاستعمار. والهدف هو استقبال ودراسة ودعم طلبات الشعوب الأصلية في تسجيل أقاليمها على قائمة الأقاليم التي يجب إنهاء الاستعمار فيها، على غرار منطقة القبائل التي تطالب بذلك على نحو سلمي، وذلك من خلال حركة تقرير مصير منطقة القبائل والأنفاد، الحكومة المؤقتة لهذه الحركة في المنفى. ندعوكم للمشاركة يوم السبت 20 من أبريل نيسان 2024 في حفل إعلان إنشاء دولة القبائل أمام مقر الأمم المتحدة على الساعة 41 عصرا. Merci beaucoup pour votre intervention.